سؤال جالي: ازاي ابطل افكر في الاكل 24 ساعة؟ مبدئيا في مقولتين مشهورين. اول حاجة out of sight out of mind، يعني الحاجة اللي انا مش باصص عليها باستمرار مش هفكر فيها باستمرار. تاني حاجة where focus goes energy flows، يعني طول ما انا مركز مع حاجة معينة طاقتي كده كده هتروح لها حتى لو انا مش مقرر ده. وعشان كده هنعمل unfollow للاكونتس بتاعت الاكل، الحاجات اللي هي food porn والناس اللي بتقعد تعمل recipes وطبخات وحاجات. let's face it، كام مرة بتتفرج على الحاجات دي وكام مرة فيهم عملت سيف لفيديو من الفيديوز دي، وكم مرة فعلا عملت الأكلة دي عندك في البيت؟ مصطلح الهوردنج اللي هو ان احنا بنقعد نحوش حاجات احنا مش محتاجين لها دلوقتي كمان بقى موجود. الحاجات اللي بنعملها اونلاين بنقعد نسيف في حاجات احنا شايفين ان احنا هنستخدمها المرة الجاية او هنعملها او هنستفيد منها ليتر، ومش بيحصل. بص على السيفد فيديوز اللي عندك او السيفد ريلز اللي عندك، هتلاقي آلاف الحاجات انت قلت هتعملها ما عملتهاش. بس الخدعة في موضوع اكونتس الاكل ده ان مخك طول الوقت شايف على التايم لاين بتاعك اكل 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 اكل، فانت ما بتفكرش في حاجة تانية. مخك مش عارف الفرق ما بين ان هو شايف الاكلة وانه هياكل الاكلة. كل مرة بتتفرج فيها على فيديو فيه بقى جبنة سايحة وشوكولاتة طالعة مش عارف منين وحاجات مقرمشة، مخك مستني المكافأة. ها، فين الحاجات دي؟ هاكلها امتى؟ دلوقتي؟ طب كمان ساعة؟ طب لما نمشي من الشغل؟ طب لما نروح؟ طب قبل ما ننام؟ وطول ما مخك متوقع مكافأة بالأكل هيفضل مجوعك، حتى لو انت فيزيكلي مش جعان هو هيفضل محسسك ان انت جعان عشان هو مستني الحاجة اللي هو شافها. اعمل انفولو لمدة اسبوع لكل الاكاونتس دي وهتحس بالفرق.